ما هو طبيعي الأجهزة بتاعتك ما تعرفش تشوف الإنترنت سواء في البيت عندك أو في الشركة، لإن ببساطة أنت مش عامل لها الgateway. يعني إيه gateway؟ وإيه وظيفته وإيه أهميته في الشبكات بتاعتنا؟ ده اللي هنتكلم عليه في السبورة دلوقتي، يالّا بينا. لو افترضنا إن أنت قاعد في البيت عندك ودي الأوضة بتاعتك، وأنت عايز تروح لحد المطبخ مثلًا، تجيب مَيّة، تجيب أكل، أيًا كان، أنت علشان تخرج من الأوضة دي، هتخرج منها إزاي؟ هتخرج من الباب ده. طب الباب ده طول ما هو مقفول مش هتعرف تعدّي منه وتروح لحد المطبخ، وساعتها الباب ده هو ده الgateway بتاعتك، اللي لو فتح هتعرف تعدّي وتتحرّك وتخش المطبخ وترجع تاني وهكذا. طب الgateway ده لو مش مفتوح هتفضل تكلّم نَفْسك في الأوضة بتاعتك بس. تعالَ ناخد بقى المثال ده على شغل الشبكات بتاعتنا. أنت مثلًا عندك في البيت الراوتر بتاعك، الراوتر المنزلي، وأنت مثلًا رابط اللابتوب بتاعك بكابل إيثرنت مع الراوتر، أو حتى رابط واي فاي في الموبايل بتاعك مثلًا، وعندك تابلت برضه رابط بيه وهكذا. الراوتر ده عشان يعرف يروح يكلم الإنترنت، يعرف يروح يكلم شركة الISP اللي هي الإنترنت Service Provider، زي مثلًا شركة اتصالات، شركة فودافون، شركة وي، الشركات دي كلها. الراوتر المنزلي بتاعك عشان يسمح لك إنك تروح تفتح بقى نت وتفتح جوجل وتفتح السيرفرات دي كلها، لازم الأول تروح تكلم الراوترات بتاعة شركة الISP. طيب الراوتر بتاعك علشان يقدر الترافيك أو الdata أو المعلومات تعدّي من الراوتر المنزلي بتاعك تروح للISP، مش لازم تخرج من gateway زي ما اتفقنا. أهي الdata وهي خارجة بتخرج من الgateway ده، أو بتخرج من الport ده، أو بتخرج من المكان ده، تعدّي تقوم رايحة لحد الISP. طيب الأجهزة بتاعتك اللي في البيت إيه الgateway بتاعها؟ الأجهزة بتاعتك اللي في البيت الgateway بتاعها الراوتر المنزلي. حتى هتلاقي عندك كمان لو جيت فتحت الconfiguration مثلًا بتاع الموبايل أو بتاع اللابتوب بتاعك، هتلاقي مكتوب كده إن الgateway هو الIP بتاع الراوتر المنزلي بتاع الحتة دي، الباب الصغير ده. فالباب الصغير ده لو فتح الdata بتعدّي تروح للراوتر. الراوتر لو الgateway بتاعه مفتوح الdata بتعدّي تروح لشركات وي، وشركات وي برضه على فكرة نفس الكلام، بيبقى ليها برضه هنا gateway يمشي في مسارات وفي كابلات وفي شبكات تانية مختلفة لحد ما يوصل للسيرفرات بتاعة جوجل مثلًا وبتاعة يوتيوب وبتاعة تيك توك وبتاعة فيسبوك وهكذا. فهي عملية gateways بتسلّم gateways من الآخر. وهي دي على فكرة أهمية أو وظيفة الراوتر، إنه بيقدر يعرّف الشبكات المختلفة عن بعض. فأنت اللابتوب أو الموبايل بتاعك اللي في البيت هو ما يفهمش وما يعرفش اسم أو نوع الشبكة بتاعة شركة وي والّا بتاعة شركة فودافون، ولا يعرف سيرفر جوجل ده فين ولا أروح له إزاي ولا أي حاجة من الحاجات دي. هو آخره بس هيودّي الترافيك على أقرب gateway، أقرب بوابة، ولو البوابة دي مفتوحة اللي هو الراوتر المنزلي بتاعك، الراوتر هياخد الترافيك يعدّيها برضه على أقرب بوابة. البوابة دي لو مفتوحة هيرميها برضه على أقرب راوتر الناحية التانية اللي هو في شركة وي أو شركات خدمات المحمول عمومًا يعني. وشركات خدمات المحمول هتعمل إيه؟ برضه نفس الكلام، هتودّيها على أقرب gateway وهكذا لحد ما توصل للسيرفر أو الخدمة اللي أنت محتاج تسرِّش عليها أو تبحث عنها. طب هادّيك مثال أعقد شوية. نفترض دلوقتي أنت في الشركة بتاعتك عندك مثلًا سويتشين وكل سويتش متوصّل بمجموعة أجهزة، والأجهزة دي كلّها محتاجين إن هي تكلّم الشبكة اللي موجودة مثلًا في فرع الإمارات أو في فرع السعودية أو في أي بلد أخرى. إيه اللي هيحصل؟ فلو افترضنا إن ده هنا كده السويتشات والأجهزة بتاعتك اللي موجودة في فرع مصر مثلًا، أنا عايز بقى أخلّي الشبكة اللي موجودة في البلد دي اللي هي مصر تكلّم الشبكة اللي موجودة في البلد المختلفة اللي هي الإمارات. ساعتها هاعمل إيه؟ بكل بساطة هيبقى عندي هنا راوتر في فرع مصر هاربط عليه السويتشات بتاعتي. طيب السويتشات دي وهي مخرّجة data بتاعة الكمبيوترات هتخرج الgateway بتاعها هيكون إيه؟ هل المكان ده والّا المكان ده؟ وليه؟ فكّر معايا. بالضبط زي ما أنت قُلت كده، الswitch هينقل كل الtraffic بتاعة الكمبيوترات دي كلّها على أقرب gateway، على أقرب حتّة أو على أقرب بوابة للراوتر اللي موجود في الشركة. والناحية التانية برضه نفس الكلام، هنوصّل السويتشات بتاعتنا براوتر برضه موجود، ونوصّل بين الراوترين دول، وساعتها بكل سهولة مين اللي هيقوم بعملية الrouting أو مين اللي هيخلّي الأجهزة اللي هنا تشوف الأجهزة اللي هنا، دي وظيفة الراوترات. فالموضوع ببساطة جهاز الكمبيوتر بيحط في الconfiguration بتاعه إن الgateway أو أقرب بوابة، أقرب باب أقدر أفتحه علشان أعدّي الtraffic بتاعتي هي الحتّة دي، أو في الشبكة مثلًا دي هي الحتّة دي. بس أنا قدّمت شغلانتي كده وعملت اللي عليّا. الراوتر بقى وظيفته إيه؟ هو اللي بيربط بين الشبكة دي
وبيربط مع الراوتر التاني مع الشبكه التانيه علشان الاجهزه اللي هنا تشوف الاجهزه اللي هنا. دي ببساطه وظيفه او اهميه الجيت واي. طيب هو الجيت واي بيتكتب ازاي، او هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن اي بي. فانت الراوتر بتاعك ده، البورت ده، نفترض مثلا ان البورت ده هو الاي بي بتاعه مثلا 192.168.1.1. فاجهزه الكمبيوتر اللي موجوده في الشبكه دي كلها هتكتب ايه؟ هيكتبوا الاي بي بتاعهم العادي والسبنت ماسك بتاعهم العادي، والجيت واي هيكتبوا بقى ايه؟ هيكتبوا الاي بي بتاع البورت بتاع الراوتر ده. نفس الكلام الناحيه التانيه. لو افترضنا مثلا الراوتر ده، البورت مثلا ده نفترض ان هو واخد 10 10 10 10 اربع عشرات مثلا. الاجهزه اللي موجوده برضو في الشبكه الداخليه إيه اللي هيعملوه؟ الاي بي بتاعهم هياخدوه عادي، السبنت ماسك هياخدوه عادي سواء دي اتش سي بي او ستاتيك. وعند الجيت واي إيه اللي هيحصل؟ هيتكتب الاي بي بتاع اقرب بوابه للراوتر اللي هو اربع عشرات. بس كده. ده ببساطه مفهوم الجيت واي في الشبكات بتاعتنا. وده واحد من اهم المصطلحات والمفاهيم الاساسيه اللي هنتكلم عنها في دبلومه الاي تي هيلب ديسك، اللي هتعلم فيها كل شيء عن اساسيات الكمبيوتر واساسيات الشبكات وكمان اساسيات السكيورتي وكمان اشهر المشاكل اللي هتقابلك وانت شغال كل يوم في الهيلب ديسك. فلو محتاج تعرف تفاصيل اكتر ابعت لي على الواتساب على الرقم الجميل ده، وهبعت لك كل تفاصيل الدبلومه. لحد هنا وكفايه. ما تنساش تصلي على النبي. اشوفك على خير. سلام.